مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، سعيدة بلقياكم في نشرة الأخبار هاته، وهذا أبرز عنوانها. وزير العدل عبد اللطيف وهبي يثير جدلا مرة أخرى. قبل ما نبداو ما تنسوش الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة باش توصلوا بجديد أخبارنا المغربية. إليكم التفاصيل. مرة أخرى أثار وزير العدل عبد اللطيف وهبي جدلا، لكن هذه المرة خلال جلسة الأسئلة الشفوية في مجلس النواب يوم الاثنين، عندما استهزأ بسؤال لنائبة برلمانية من المعارضة طلبت بفتح تحقيق في مزاعم الخروقات التي شابت امتحان المحاماة. وقالت النائبة البرلمانية في سؤالها: لا نريد أن نتفاجأ بغياب النزاهة والشفافية في إصلاح خطة العدالة، نريد أن نحافظ على المجهودات المبذولة سابقا من أجل تكافؤ الفرص والمساواة بين أبناء الشعب. ودعت إلى التحلي بالجرأة وفتح تحقيق حول امتحان المحاماة للحفاظ على الصورة المشرفة لبلادنا. وفي رده اكتفى وهبي بجملة واحدة اعتبرها كثيرون مستفزة، إذ قال: لا نتفق معك السيدة النائبة وشكرا، ثم عاد إلى مقعده وسط تصفيقات بعض النواب وانخراط آخرين في الضحك. والسلام عليكم.